السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال بيجي في بال أي حد لما يجي يسافر: هل البلد دي هتنفعني ولا لأ؟ هل البلد دي تستاهل إن أنا أعيش فيها؟ طيب البلد شكلها عامل إزاي؟ هل هي تناسبني؟ هو ده السؤال اللي احنا هنحاول إن احنا نجاوب عليه في الفيديو ده. طبعا أنا مش هقول لك البلد دي تناسبك ولا لأ، أنا هحاول إن أنا أعرض لك الصورة كاملة، يعني حتى أنا مش هتكلم عن مميزات وعيوب، لأن ممكن المميزات اللي أنا شايفها تكون عيوب بالنسبة لواحد تاني والعكس صحيح. أنا هبقى أعمل فيديو تاني مخصص للمميزات والعيوب، إنما النهاردة أنا هحاول إني أجاوب لك على سؤال أندونيسيا عاملة إزاي، وبناء على النقط اللي أنا هقول لكم عليها في الفيديو أنتوا بقى ممكن تحددوا هل البلد دي تناسبكم ولا ما تناسبكوش. أندونيسيا الناس بيتكلموا بهاسة أندونيسي اللي هي اللغة الأندونيسية بتاعتهم. ما تتوقعش إن حد هيكلمك عربي أو إنجليزي. الإنجليزي ممكن يمشي معاك لو أنت سائح، لو هتيجي زيارة أسبوع فقط. الإنجليزي ممكن يمشي في الفنادق، يمشي في المنتجعات السياحية، في بالي. إنما إن أنت عايز تبقى عايش في البلد مقيم بقى، بتروح السوق وبتيجي وبتتعامل مع جميع فئات الشعب، لازم لغة أندونيسي لا مفر. فلازم تبقى عامل حسابك، عشان في ناس كتير أنا قلت لهم الكلام ده وقالوا لي هنبقى نتعلم بعدين، بعد كده اشتكوا إن مفيش حد فاهمهم. يعني هم متخيلين إن هم بيتكلموا أندونيسي، بس أنا لو كلمت سواق التاكسي بالإنجليزي مثلا، ولا حد في فندق مثلا بالإنجليزي هيفهمني. لا مش شرط. بالنسبة للسكن طبعا هي علشان دولة استوائية وعلشان فيها زلازل كتير بيبنوا البيوت بتاعتهم دور واحد، اللي هي بتبقى شبه الفيلا، سواء بقى في قرية أو في مدينة صغيرة أو في مدينة كبيرة، تعتبر زي بيت صغير كده، هاوس صغير ليه البوابة بتاعته. ده البيت التقليدي الأندونيسي، هتشوف المنظر ده في كل مكان. وده بيكون أرخص من إن أنت تاخد شقة أو تاخد استوديو في عمارة. يعني أنت لو هتاخد شقة في عمارة السعر هيكون أغلى من إن أنت تاخد في بيت صغير. طبعا أنت لما تأجر في جاكرتا ونشاك علشان فيها عرب كتير، في بالي لأنها منطقة سياحية، الأماكن السياحية والعاصمة ابعد عنهم لأن أسعارهم أغلى من باقي البلد. كل ما تروح لمدينة صغيرة كل ما الأسعار بتاعت كل حاجة بتبقى أرخص معاك. وزي برضو ما قلت ان احنا في اندونيسيا الناس بتتكلم اندونيسي، لازم برضو نعمل حسابنا ان الاكل هيكون اكل اندونيسي. فما تتوقعش معجنات وما تتوقعش منتجات ألبان. المطبخ الأندونيسي لا يعتمد على منتجات الألبان، يعني مش معتمد على اللبن والحليب والزبادي والكلام ده. وفي نفس الوقت مش متعودين ان هم ياكلوا عيش الصبح، هم بياكلوا رز. يعني الشعب كله بيصحوا الصبح بياكلوا رز على الفطار، وبيتغدوا رز، وبيتعشوا رز، وعندهم حلويات معمولة من الرز. يعني حتى عندهم مثل ان هم لو ما اكلش رز يبقى كده ما اكلش. فالبيتزا مثلا بالنسبة له ده مش اكل، دي حاجة ما تشبعنيش، لا انا لازم اكل رز. فما تتوقعش ان انت هتلاقي عيش. هتلاقي عيش بس غالي، هتلاقي أجبان بس غالية، هتلاقي منتجات عربية، البهارات، الرز البسمتي، أي حاجة عايزها هتلاقيها، بس هتلاقيها غالية. فلازم إن تعملوا حسابكم في النقطة دي. أوروبا، اليونان وتركيا، أمريكا، الدول دي المعجنات موجودة فيها لأن الشعب بياكل معجنات. إنما في أندونيسيا الحاجات دي بالنسبة لهم رفاهية، زي السوشي بالنسبة لنا كده، يعني ده حاجة زيادة. ما هما ما بياكلوش جبنة، يعني ما فيش واحد أندونيسي هيصحى الصبح يعمل سندوتش جبنة مثلا. فأنت المنتجات العربية موجودة ولكنها مستوردة، العيش موجود ولكنه مستورد، إلا إذا بقى لو لقيته في محل عربي ممكن بقى إن أنت تعمل في البيت. مش كل أنواع الجبنة موجودة، مش كل أنواع الخضروات موجودة، طبعا بسبب اختلاف التربة. في بعض الخضروات مش بتنمو في أندونيسيا أصلا، وعلشان تبقى موجودة في البلد لازم برضو الناس يشتروها مستوردة، يعني لازم يستوردوها، فالسعر طبعا هيكون أزيد. ليه أنا بتكلم في حتة الأكل دي؟ لأن لو حضرتك جاي وعندك أطفال، الأطفال هيبقوا عايزين ياكلوا حلاوة وعسل ومربى ولانشون وبسطرمة، اللي هم الأكل اللي متعودين إنهم ياكلوه في بلدهم. طبعا الحاجات دي مش هيلاقوها، فهتبقى مشكلة. فلازم ان انت تبقى عامل حساب ان لو انا مثلا هفطر نفس الفطار اللي انا بفطره في بلدي، ممكن ان انا لازم بقى ازود البادجت بتاعي شويه، هزود المصاريف بتاعتي شويه. اول حاجه هتاخد بالك منها لما تطلع من المطار في اندونيسيا ان تقريبا اغلب الشعب راكب موتوسيكل او سكوتر، سواء بقى رجاله كبيره، عيال صغيره، بنات، ولاد، كله راكب سكوتر.
فبسبب ان كله عنده سكوتر، يعني جميع الشعب الاندونيسي، كل فرد في الشعب الاندونيسي عنده السكوتر بتاعه، حتى لو عنده عربية عنده عربية وسكوتر. المواصلات العامة مش موجودة في كل حتة، يعني جاكرتا ممكن تلاقي فيها مواصلات عامة، المدن الكبيرة ممكن، بس مش كل المدن الكبيرة. في جزر ممكن ما تلاقيش فيها مواصلات، يعني ممكن تلاقي فيها بس ميكروباص صغير كده يوديك من مدينة للتانية. انما جوه البلد بقى، مثلا انت طالع من البيت عايز تروح للسوبر ماركت تشتري حاجة، مش هتلاقي بقى ولا تاكسي ولا اتوبيس ولا عربية توديك ولا اي حاجة. فبالتالي الحل بقى ان يا اما انت يكون عندك موتوسيكل تشتري واحد، او تجيب عربية تسوق، او ان في بقى ابلكيشن بتبقى شبه اوبر كده، بيجيلك برضو واحد ياخدك بعربية او ياخدك بموتوسيكل لو عايز. الاندونيسيين اغلبهم بيصحى الصبح بدري، يعني من وقت صلاة الفجر كده لحد الساعة 6 بتلاقي ان الناس كلها بدأت تصحى. ده اليوم كده بدأ. اليوم بينتهي الساعة 10 و9 في بعض الاماكن، يعني 9 10 كده بتلاقي ايه المحلات بدأت تقفل. فلازم تاخد بالك من الحتة دي، يعني لو انت زيي من النوع اللي بيحب ان هو ياكل بالليل الساعة 12 بالليل، بيعوز ان هو يقوم واكل اي حاجة، مش هتلاقي اي دليفري فاتح، مش هتلاقي اي محل فاتح. هتروح تشتري سجاير مثلا ولا حاجة، هتلاقي الشارع ضلمة، الا برضو بعض الاماكن المعينة اللي هي مشهورة ان هي فاتحة 24 ساعة. يعني هتلاقي مثلا في المنطقة محل بس هو اللي معروف ان هو فاتح 24 ساعة. وعلشان اليوم بيبدأ عندهم بدري، فالنشاطات بتاعتهم برضو بتبقى بدري. يعني لو حد بيزور حد، ممكن ان هو يجي يزوره الساعة 7 الصبح، 8 الصبح، 10 الصبح. الساعة 12 الظهر ده وقت الغدا بتاعهم، يعني الغدا بيبقى 12 الظهر. اندونيسيا محيرة في حاجة واحدة، وهي ان طبع الناس بيختلف من جزيرة للتانية. فما ينفعش ان انت تقول هم الاندونيسيين بيفكروا ازاي او طبعهم عامل ازاي. الاندونيسيين عبارة عن 300 قبيلة، كل قبيلة لها العادات بتاعتها ولها التفكير بتاعها ولها التعامل بتاعها ولها اللغة بتاعتها. يعني إلى جانب البحث الأندونيسي، كل طفل أندونيسي بيتكلم لغتين، يعني هو بيتعلم في المدرسة لغتين: اللغة الرسمية الحكومية اللي هي البحث الأندونيسي، زائد اللغة المحلية بتاعت الجزيرة بتاعته أو بتاعت القبيلة بتاعته. فأنت ممكن إن أنت تلاقي الناس بيتعاملوا مثلا في جاوا بأسلوب معين، أو في حاجة هم متعودين إن هم يعملوها وشايفين إن دي صح، تروح جزيرة تانية تلاقي إن الوضع مختلف تماما، إن اللي صح هنا غلط هنا، أو إن دول بيتعاملوا بطريقة ودول بيتعاملوا بطريقة تانية. فأنت ما تحاولش إن أنت تحكم عليهم من أول 2 3 تتعرف عليهم. يعني اتعرفت على 2 3 أندونيسيين خلاص أنت حكمت على الشعب كده، لا، أنت لسه مشوفتش حاجة. انت طول ما انت عايش في اندونيسيا، طول ما انت بتكتشف حاجات كتير، لان هم زي ما قلت لك 300 قبيلة. فانت عايز لك كام سنة بقى علشان تتعرف على عادات وثقافة 300 قبيلة؟ لا، كتير جدا. فما تستعجلوش في الحكم عليهم. ولكن في سمات عامة طبعا ما بين الاندونيسيين كلهم، يعني كلهم هاديين. يعني هتلاحظ ان الصوت في الشارع واطي، ما بيمشوش بقى يضربوا كلاكسات بالعربيات، او ان يقعدوا ينادوا بعض بصوت عالي، او ان هم يتكلموا بصوت عالي. البلد هادية، يعني دي ميزة من المميزات بالنسبة لي أنا. واحد تاني ممكن يزهق يقول إن هي مملة. هم برضو عندهم حتة الصبر، أو مش الصبر، إن هم بيعملوا الحاجة بالراحة، فرتم الحياة بطيء شوية. يعني الناس اللي هي سافرت أمريكا كانت تحكي لي، تقول لي إن أنت مفيش وقت، أنت بتصحى من النوم بتروح تشتغل، بتخلص شغلك، بترجع، بتاكل، بتنام علشان تلحق تصحى تاني يوم. مفيش وقت تتلفت حواليك، رتم الحياة سريع والناس كلها مستعجلة. غير أندونيسيا، ناس بالراحة وبتتكلم بالراحة. ممكن إن واحد يصحى الصبح مثلا الساعة 5 الفجر، ياخد الشاور بتاعه بالراحة ويصلي وياخد الفطار بتاعه ويتمشى كده واحدة واحدة بالسكوتر بتاعه لغاية ما يوصل الشغل على مهله. يشتغل بالراحة، اللي الحاجة اللي تخلص النهاردة تخلص، اللي ما تخلصش النهاردة يا سيدي نخلصها بكرة مش مشكلة. ما عندهمش إن هم إيه، مستعجلين، أو إن بيتكلموا بسرعة، أو إن هم مش زينا إن إحنا عايزين ننجز. لأ، هم يعني بياخدوا كل حاجة بوقتها، يعني فرتم الحياة بطيء. انا نسيت اقول لكم بالنسبة للاكل برضو، انه يعني عشان هم كتير، عشان هم قبائل كتير، فكل قبيلة فيهم بتعمل الاكل بطريقة معينة. فانت ممكن ان انت تاكل فراخ مثلا او تاكل بط
في جاكرتا تروح سورابايا تلاقي طعم تاني مختلف، توابل بقى مختلفة ونكهة مختلفة وإضافات مختلفة وطريقة طبخ مختلفة. فبرضه يعني ما تحكمش على الأكل من أول مرة، لأن في ناس أول مطعم دخلوه لقوا إن المطعم ده وحش فقالوا لأ الأكل الأندونيسي وحش. انت يعني حاولوا ان انتوا تجربوا كل حاجة في الأول، يعني ادوا الفرصة لكل حاجة في الأول ان انتوا تجربوها، وبعد ما جربتوا كل حاجة وعرفتوا طعم كل حاجة اختاروا بقى اللي يعجبكم كلوه، اللي ما يعجبكوش ما تاكلوهوش. الأكل ده بيبقى مسألة أذواق، بس ما ينفعش إن احنا نقول إن الأكل الأندونيسي كله وحش. لا، هو أنت اللي متعود على أكل بلدك، يعني احنا متعودين على أكلنا وشايفين إن أكلنا أحسن حاجة، وهم كذلك يعني متعودين على أكلهم وشايفين إن أكلهم أحسن حاجة. فدي الموضوع بيبقى إيه، أذواق في الآخر. فما ينفعش إن احنا نقول إن كل أكلهم وحش، صعب جدا طبعا إن بلد كل الأكل فيها وحش. يعني أكيد هيكون فيها حاجة 2 3 كويسين. إندونيسيا الجمال بتاعها في الطبيعة بتاعتها، يعني هي حلوة بالطبيعة بتاعتها عكس أمريكا وأوروبا. أمريكا وأوروبا أنت رايح بقى بتتفرج على عربيات، تتفرج على تكنولوجيا، تتفرج على مباني، على ناطحات سحاب. إنما أنت مش هينفع إن أنت تيجي إندونيسيا وتقول أنا عايز أدخل مول. هي فيها مولات، فيها مولات جميلة جدا وكبيرة جدا جدا، بس أنا بقول لك اللي أنت تتوقعه. أنت جاي لبلد حلاوتها في البراكين اللي فيها، في الجبال اللي فيها، الأشجار، الغابات الاستوائية، الشلالات. فلو انت من النوع اللي بيحب ان هو يصحى الصبح كده يشوف خضرة قدامه، تمشي في الشارع تبقى شايف خضرة على اليمين وعلى الشمال، لان هي البلد كده. البلد بتحس ان هي عبارة عن غابة استوائية وتشق في النص مثلا طريق اسفلت واتعمل بيوت وبقت هي دي مدينة. بالنسبة للجو، اندونيسيا عندهم موسمين، موسم ممطر وموسم جاف. من اول شهر اكتوبر لغاية شهر ابريل ده موسم ممطر، أمطار بغزارة، ممكن إن هي تقعد بالست 7 ساعات شتاء ما شاء الله، وفيضانات، يعني بتحس إن الجرادل بتتكب مية كتير بتنزل. في أندونيسيا ممكن الدنيا تكون شمس وأنت حران ولابس تيشيرت، ومرة واحدة بتلاقي الشتاء بدأ. درجة الحرارة ثابتة طول السنة، هتلبس زي تيشيرت زي ما أنا لابس طول السنة، لأنك عمرك ما هتحس بالسقعة. لأن طبعا الجو عندنا يعني الصيف بتاعنا هو الشتاء بتاعهم، يعني هما بيحسوا بالسقعة لما احنا نكون عندنا صيف، توصل درجة الحرارة 25 20، إنما ما بتوصلش مثلا درجة الحرارة ل11 و10 والأرقام دي. في أندونيسيا لأ. طبعا المدينة أو القرية اللي انت هتقعد فيها لو كانت على جبل بتلاقي طبعا درجة الحرارة بتقل شوية وبتبقى ساقعة، إنما لو مش على جبل فبتلاقي إن درجة الحرارة ثابتة وبتبقى حران. وطبعا جاكرتا فيها نسبة رطوبة عالية، معرفش بقى هل علشان الزحمة، لأن جاكرتا زحمة جدا على فكرة، يعني جاكرتا زحمة زي زحمة القاهرة كده. الزحمة بتاعتها ما تتقارنش بالمدن التانية، بقية المدن يعني الدنيا هادية شوية. وأندونيسيا فيها حاجات غريبة، يعني سبحان الله ممكن أنت تكون ماشي في الشارع الدنيا تكون بتشتي في شارع، والشارع اللي جنبيك الأرض ناشفة والدنيا ما بتشتيش. هتحصل كتير، هتشوف انت ده بعينك، خصوصا لو ان انت كنت سايق هتلاقي ان الشتاء موجود في منطقة معينة بس، قبل المنطقة دي وبعد المنطقة دي مفيش امطار. وطبعا لان اندونيسيا بلد استوائية ففيها غابات استوائية وفيها فاكهة استوائية، فبالتالي لازم تتوقع وجود ايه، وجود زواحف. فحتة بقى ان انت تسمع عن تعبان، عقرب، تمساح، برص ماشي على الحيطة، الحاجات دي متوقعة، يعني هم أصحاب المكان وإحنا اللي جينا بنينا مدينة وسطهم فاهمني؟ فهي غابة واتبنت المدينة في الغابة. فطبعا التعابين والعقارب يعني مش بيبقوا موجودين طبعا في المدن، يعني أنا ما بقولكش إن أنت في كل حتة موجود، لا، إنما في القرى النائية، في المدن الصغيرة، لو بيت قديم مثلا هتلاقي الحاجات دي. الزواحف نفس الموضوع، البراس كتيرة جدا. بس انت بقى لما تيجي تأجر البيت، دي اهم حاجة، ان انت تحاول تعمل حاجة من الاتنين، يا اما ان انت تأجر في مبنى، لان طبعا البيوت الجديدة اللي بتبقى مباني يعني مبنى شقة في مبنى بتبقى افضل، او ان انت تاخد بيت مقفول. يعني الاندونيسيين عندهم نوع معين من البناء ان هو بيعمل فتحات في الحيطة وبيقفلها بخشب كده علشان التهوية.
هي غرضها التهوية، بس طبعا ان البورصة ممكن ان هو ايه يوم معدي منها، فانت مش هتاخد بيت تمليك علشان تعرف ان انت تقفل بمزاجك او ان انت تبني بيت بمزاجك. فهي الفكرة بقى ان وانت جاي تأجر البيت ان انت تتأكد ان البيت مقفول. فالموضوع يعني مش صعب زي ما ممكن ناس ان هي تتكلم، لان انا لقيت في ريفيوهات مثلا مكتوبة على الفيس ان احنا رحنا بالي ولقينا سحلية ولقينا مش عارف ايه. طب ما انتوا متوقعين ان انتوا تشوفوا ايه في بالي يا جماعة؟ ما انتوا رايحين منطقة استوائية، فطبيعي ان انتوا لما تروحوا منطقة استوائية هتشوفوا كل شيء استوائي. فانت يعني ممكن ان انت تشوف سحلية كبيرة مثلا ماشية في الشارع يعني عادي. فما تتخضوش، يعني الموضوع عادي وبسيط، يعني مش للدرجة دي، وملوش علاقة بالنظافة. يعني حتى لو انت جيت تزور مثلا بيت حد اندونيسي ولقيت ان هو عنده بورصة على الحيطة، يعني انا لاحظت ان اغلبهم اتعود على كده خلاص بقى، يعني هم كتير واحنا مش عارفين نقاومهم فخلاص بقى سيبناهم. فالموضوع راجع ليك، يعني انا عندي في البيت انا مقفل، يعني الحمد لله البيت اللي انا مأجره مختار بيت متقفل ما فيهوش الفتحات اللي انا قلت لكم عليها دي، فما فيش حاجه بتعرف تدخل. فانتوا برضو ممكن ان انت لما تأجر بيت تعمل زي ما انا قلت لك، ان انت تاخد بيت مقفول والموضوع بسيط. يعني اهم حاجه لازم تبقى عارفها قبل ما تيجي اندونيسيا هي ان العمل في اندونيسيا مش سهل بالنسبه للاجانب. الشركات بتوظف الناس اللي هي عندها خبره غير موجودة في السوق الأندونيسي. يعني لو واحد عنده خبرة عالية عنده شهادات عالية في الحالة دي هيكون مطلوب، إنما غير كده فرصة بقى إن هي تكون زي أوروبا، يعني ما تتخيلهاش زي أوروبا أو أمريكا. أنت ممكن الواحد يروح أوروبا أو أمريكا يشتغل في أي حاجة حرفيا، يعني ممكن تشتغل سواق في أوبر، ممكن تشتغل في بنزينة، تشتغل كاشير في محل. إنما في أندونيسيا الوضع يختلف. أندونيسيا تصلح لو أنت معاك رأس مال وهتفتح بيزنس ليك، ساعتها ممكن ان انت تاخد فيزا مستثمر. ان انا بتكلم على الشاب او العيله اللي هي مثلا انا هاجي بمراتي واولادي وبنتي هتدور على شغل في شركه وابني هيشتغل في مكان وانا هشتغل ومراتي هتشتغل. لا، لو معاكم فلوس هتيجوا تعملوا بيزنس باسمكم، شركه باسمكم، وانتوا تشتغلوا في الشركه بتاعتكم فقط. ما ينفعش حتى يعني ما تحطش امال ان انا بعد كده هروح اشتغل في شركه تانية، او ان انا هاخد الموضوع ده كوبري علشان ابقى ادور على شغل بعد كده. يعني فرصتك ان انت تشتغل في تركيا او في اوروبا او في امريكا طبعا اسهل بكتير، وهي اندونيسيا مش دولة بحث عن عمل. بس تقريبا انا غطيت اغلب النقط اللي هي، بس يعني دي النقط المهمة اللي لازم تاخدوا بالكم منها قبل ما تيجوا على اندونيسيا. لو في حاجة عايزين ان انا اشرحها لكم اكتر بتفاصيل اكتبوها لي في التعليقات. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو. البلد جميلة في المجمل، ده رأيي الشخصي وعشان كده أنا قاعد فيها، يعني مش هينفع أبقى قاعد فيها وأقول لك إن البلد وحشة. البلد حلوة، الناس طيبين، بتلاقي جوامع في كل حتة. يعني البلد فيها حوالي 800 ألف مسجد. في 5 ديانات في أندونيسيا بالمناسبة، يعني هما مش كلهم مسلمين. يعني جزيرة بالي مثلا أغلبهم هندوس، وفي 5 ديانات، فعندك 300 ثقافة مختلفة زائد 5 ديانات. فأنت أي حاجة ممكن تتخيلها هتشوفها، فمش شرط إن اللي تشوفه ده بيمثل البلد. فاهمني؟ يعني أنت لو شفت حاجة مش عاجباك أو عادة مش عاجباك، مش معنى كده إن جميع فئات الشعب كده. لا، البني آدم ده ممكن يكون إن هو بيمثل الدين بتاعه أو بيمثل الثقافة بتاعته أو بيمثل نفسه. يعني أنت برضو لازم تعرف هو عمل كده ليه أو لابس كده ليه أو بيتكلم كده ليه. فاهمني؟ البلد حلوة، شعبها مضياف، بيحبوا الأجانب جدا وبيحبوا العرب بالذات بسبب الإسلام طبعا. أغلبهم مسلمين والحمد لله. الأمر بقى رجع ليكم يعني أنا شرحت لكم على قد ما أقدر، وأنتوا بقى يعني إيه قرروا. شوفوا وشكم بخير، ما تنسوش اللايك والشير. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.